السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بقى البطاطا بطريقة حلوة وسريعة كده، يا رب تعجبكم. اول حاجة طبعا انا هعمل البطاطا على البوتاجاز من فوق في الحلة، مش هدخلها الفرن. حطيت حلة على النار وهطبق بقى ورق فويل كده وافرد فيه الحلة. هفرد ورقة كبيرة كده الاول، وبعدين هحط ورق كتير بقى في ارضية الحلة كده عشان خاطر الشربات بتاعي او السكر بتاعي ما يحرقش الحلة. ممكن تحطي ورقة زبدة برضو عشان خاطر انا ما كانش متوفر عندي، فما حطيتش ورق زبدة، قعدت احط في ورق كده فويل لغاية ما خلصت كده ومليت الحلة كلها. هبتدي بقى ارص البطاطا بتاعتي. بصوا غسلاها جميلة ازاي، طبعا لازم تتأكدي من غسيلها كويس جدا. تنقعيها شوية كده بشوية خل. انا غسلتها بالفرشة كده، عندي فرشة سيليكون حلوة قوي بدعك بيها البطاطا بسرعة لان احنا بناكلها بقشرها ما بنقشرهاش. هرص بقى البطاطا كلها كده في قلب الحلة بتاعتي. الطريقة دي بتبقى سهلة كده وسريعة وما بتاخدش فعلا وقت البطاطا خالص. هحط كوباية من السكر. السكر ده طبعا حسب رغبتك بقى، ممكن بالمعلقة كده معلقتين 3 من فوق الوش كده، ممكن تكتري تقللي. دي اهم حاجة بس ان انتي ما تسيبهاش لما تتحرق وهي بتستوي. بس حطيت كوباية مية كمان، حطيت كوباية سكر وكوباية مية. هقفل بقى على البطاطا حلو كده عشان اكتم البخار جواها عشان تستوي بسرعة. هقفل على الحلة كده بالفويل زي ما انتوا شايفين. بس هغطي الحلة بقى كده وهولع عليها لغاية ما تستوي البطاطا بتاعتنا. بأمن كده ان هي برضو بكتمها كويس عشان خاطر البخار يسويها بسرعة. بس كده بقى سبتها على النار لغاية ما استوت. بس هنا بقى البطاطا بتاعتي، الله الله الله، بص البطاطا كانت استوت، بصوا منظرها جميل ازاي. فعلا البطاطا كانت حلوة جدا. فتحت عليها بقى كده وهطلع البطاطا واحدة واحدة كده في قلب السرفيس بتاعي. كانت طعمها جميل جدا. بصوا جمال البطاطا، ما خدتش وقت وجميلة، والسكر بقى عليها كده بقى بيلزق كده وطعمه حلو مسكرها. هي فعلا البطاطا كانت مسكرة، بس السكر يعني زود حلاوتها شوية. بصوا الصوص بقى الكراميل بحطه عليها كده من فوق الوش. بصوا الصوص ما سبتوش لما اتحرق خالص. بصوا اول ما حسيت كده ان خلاص يعني البطاطا استوت والسكر كرمل عليها، طفيت عليها بسرعة. بصوا المنظر، بصوا الكراميل بتاعها، حاجة جميلة وسريعة وكل الأطفال بتحب البطاطا طبعا. أنا عندي بقى أطفال وكبار بنحب البطاطا. وده طبعا بقى إيه، أنا بحب الملسوعة ديت. بصوا منظر البطاطا، الله على الجمال. أدوقها بقى كده وأقول لكم رأيي. والله تستحق لايك فعلا. بصوا جميلة ومستوية زي ما انتوا شايفين خالص، والسكر عليها حلو قوي. وما تنسوش بقى اللايك. ده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو، سبسكرايب، والكومنت الحلو بتاعكم. طبعا رأيكم يهمني، هستنى رأيكم في التعليقات.